حبايبي وبطابيتي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين. فيديو النهارده خاص وجريء جدا، لان هنتكلم فيه النهارده عن اتيكيت التعامل مع الزوج بكل وضوح وبكل صراحه. يعني هنتكلم كده عن حبه حاجات ما ينفعش ابدا تعمليها قدام جوزك، وازاي تحافظي على صورتك قدامه من غير ما يبصلك بنظره مش اللي هي، من غير ما انتي ما تكوني واخده بالك. وبتيجي بعد كده تبقي محتاره، يا ترى هو ليه اتغير معايا؟ ليه ما بقاش يتعامل معايا زي الاول؟ ليه بيكلم بنات وستات عليا؟ ليه ما بقاش يقرب لي الا كل فين وفين؟ ما بقتش احس معاه بالرومانسيه ابدا. ركزي معايا كويس جدا في الكلام اللي هيتقال في فيديو النهارده، عشان لو انتي داخله على جواز او عروسه جديده فتاخدي بالك وتلحقي نفسك، لان حتى مامتك مش هتقولك الكلام اللي هيتقال النهارده. ولو بقالك فتره متجوزه، تعالي برضو اعرفك ازاي تلحقي تنقذي او تصلحي ما يمكن اصلاحه. بس الاول حطي لايك تشجيعا منك ليا، ومستنياكي في الكومنتات تهنيني وتفرحيني، لان عيلتنا كبرت على قناتي التانية وبقينا 100,000 متابع. وبتشجيعك ليا ان شاء الله باذن الله عيلتنا هتكبر على القناه دي برضو. ويلا بينا نبدا في الفيديو على طول. تعرفي ان انوثتك تبدا من غموضك؟ بمعنى ايه؟ بمعنى ان جوزك ما ينفعش ابدا يشوف المعاناه اللي احنا بنعانيها من ورا جمالنا. يعني من الاخر ما ينفعش ابدا يشوف ما وراء الكواليس. بلاش يشوف وشك مزرق او مطين عشان انت عامله ماسك. ما هو ما حبكتش تعملي الماسك ده وهو موجود. وتاني اكبر غلطه ستات كتير ممكن تكون بتقع فيها هي انها تعمل ازاله قصاد جوزها. والمشكله الاكبر انها تبقى فرحانه ومبسوطه. قال ايه؟ انا بوريك نظافتي، او انا قد ايه واحده نظيفه في نفسي، وقاعده بكحت وبنحت وبنظف في نفسي اهو. لا، نظافتك هو هيشوفها وهيحسها، بس مش لازم توريه الدليل. الشيفنج، الوكس، السويت، كل دي حاجات سرية للغاية. يعني ما ينفعش يشوفك ولا وانت بتعملي، او حتى يلمح الادوات اللي انت بتعملي بيها، لان صدقيني في وقت معين لما يجي يقرب منك او يقرب لك هيفتكر شكلك وانت بتعملي، او يفتكر شكل ادواتك. ممكن تلاقيه ينفر شوية، او يقرف، او يشمئز. ومش شرط يقولك على فكرة، ولا شرط انت تاخدي بالك، وممكن ما يبين لكيش اصلا، بس انت قاعدة معاه وما تعرفيش ايه اللي بيدور هنا. قدامك وقت طويل جدا وهو جوزك مش موجود، او جوزك في الشغل، وتعملي فيه اللي انت عايزاه، وهو ما ينفعش يشوف الا الشكل النهائي اللي هو اصلا المفروض يكون حاطط في دماغه ان دي طبيعتك، هي دي انتي. حبكت تعملي حاجة وهو موجود، يبقى عندك الحمام بتدخلي وبتقفلي على نفسك تخلصي وخلاص بتدخلي، مفيش حد حس بأي حاجة. ممنوع منعا باتا منظر البقرة اللي في الشعر، ممنوع الدوامة اللي بتعمليها قبل النوم. الحاجات دي بتموت المشاعر حرفيا. اي راجل في الدنيا مش هيفهم ابدا انك بتعملي كده عشانه، او عشان لما تيجي تفردي شعرك قدامه يكون شعرك شكله حلو، يكون ليسي او ويفي، المهم يكون شكله جذاب. لا، الحاجة الوحيدة اللي جوزك هيفهمها ان ده مش منظر ابدا. البيت ممكن تبقى ريحته طبيخ، لكن انتي ابدا. مستحيل مستحيل مستحيل. اعملي لنفسك تي شيرت او عبايه تكون مخصصه لعمايل الاكل وبس، واول ما تخلصي عمايل الاكل بتاعتك تقلعي هدومك دي وترميها في الغسيل وتدخلي تاخدي الدش بتاعك فورا. خدي بالك ان شعرنا بيلقط الروايح بطريقه فظيعه، فخلي عندك دايما مخمريه او سبراي يعطر شعرك. اما بقى لو دخلتي المطبخ ومسكتي بايدك بصل او توم وقشرتي بضوافرك، خدي بالك ان الموضوع هنا مش هينتهي بانك تغسلي ايدك بصابونه وخلاص، او تعطريها بمخمريه او ايا كان. لا، ريحه التوم او ريحه البصل هتبان بجانب الريحه الحلوه اللي انت حطاها في ايدك. فالحل هنا انك تدخلي تغسلي ايدك، وبعد كده تطلعي تفركيها بليمون او بن، وبعد كده ترجعي تغسليها تاني وتنشفيها كويس وتعطريها، عشان لما يجي يمسك ايدك
ويقرب يبوسها ما يحسش ان هو حط وشه في طبق كشري. تعرفي انك في كل حاجة حرفيا قصاد جوزك لازم تكوني متحفظة. والله خدي عندك قعدتك، لبسك، طريقة كلامك، مشيتك، صوتك، ألفاظك اللي بتطلع منك. يعني الموضوع مش بيتلخص في انه ما يشوفكيش وانتي بتجملي نفسك او بتنظفي نفسك بس، لا، ما ينفعش تقعدي قدام جوزك بكل اريحية. ما تترميش على الكنبة تتفرشي عليها، ما يبقاش معروف لك اول من اخر، ولا تكوني مطلوقة زيادة عن اللزوم، مش ظابطة جسمك، مش ظابطة نفسك، حاجات مرمية شمال وحاجات مرمية يمين، كرش ممدود، مش لابسة برا. كل ده هو بياخد باله منه جدا وبينتقدك. ومش بعيد كمان تلاقيه ماسك تليفونه وقاعد بيقارن ما بينك وانتي قاعدة حالا قدامه بالمنظر ده وما بين اي واحدة بيشوفها على تليفونه. ويحصل هنا بقى كل حاجة اي ست بتشتكي منها: البعد، النفور، الخيانة. وعلى فكرة ده مش مبرر ابدا للخيانة، انا معاكي قلبا وقالبا، بس للأنوثة معاني. والدنيا دلوقتي بقت متفتحة جدا، يعني ما كانش شاف على تليفونه هيشوف هو ماشي في الشارع، هيشوف في شغله. يعني ما تبقيش انتي بتوريله بعينه وبتثبتيله بالدليل ان بص بره عاملين ازاي وبص انا شكلي عامل ازاي. مش لازم ابدا كل يوم التيشيرت القطن ولا البيجامة ولا الجلابية اللي مقطوعة او مش مظبوطة بس عشان انا بحب الحاجات دي والحاجات دي مريحة وبتريحني وانا قاعدة في البيت. لا، لبسك قدام جوزك يتلخص حاجات كيوت، الوانات فاتحة، قماش ناعم. ما ينفعش ابدا تعلقي في حاجة ولا حاجتين لمجرد ان هما بيريحوكي. وعملتلك برضو فيديو كامل عن الموضوع ده، انك ازاي قدام جوزك تغيري هدومك وامتى تلبسي كذا وامتى ما تلبسيش كذا. هسيب لكم الفيديو ده في اول تعليق مثبت. صوتك العالي اللي بيجيب العيال من اخر الشارع بيلغي انوثتك فورا. يعني ما ينفعش ابدا تبقى سهرتكم رومانسية ومرة واحدة وانت قاعدة انت يا واد يلا نام وسيب الزفت من ايدك. سيطري على اعصابك، سيطري على نبرة صوتك، سيطري على طريقة كلامك والفاظك. يعني بدل يبقى هات معاك عيش وانت جاي، لا، ممكن تجربي ما تنساش يا حبيبي العيش وانت جاي عشان نعمل سندوتشات حلوة ناكلها سوا واحنا قاعدين في السهرة. ويلا بسرعة ما تتأخرش عليا عشان مستنياك. الكلام الحلو ده اللي هو بيلين اي راجل. جوزك بيشوفك بعينك انتي. لو عندك اي ضفوف جسمك ستريتش ماركس، بطنك دلدلت شوية من بعد الولادة، دراعاتك زادت شوية، اياكي ممنوع ابدا تقعدي قدامه وتشتكي ولا تلفتي انتباهه بأي طريقة من الطرق. يعني مش بس انك تتكلمي وتشتكي له انا متضايقة من جسمي، انا متضايقة من بطني، انا متضايقة من كذا، ولا تلبسي لبس يظهر ديفوهات جسمك. ما انت مش لازم تقولي له بطريقة مباشرة، ممكن كأنك بتوصلي له بطريقة غير مباشرة. لا، خليكي ذكية والبسي لبس يداريكي ويخليكي واثقة من نفسك، وتكوني وانت رايحة وانت جاية في البيت فردة نفسك، فردة طولك، اللي هو واثقة في خطاكي حتى وانت في الشقة طول الوقت. وخليكي واثقة ان طول ما انت مش شايفة عيوبك هو كمان عمره ما هيشوفها. الراجل ما بيحبش الشكاية والندب، ولا هو صاحبتك ولا هو اختك. وانت وجوزك عمركم ما هتكونوا شخص واحد ابدا لغاية اخر العمر. انت وجوزك شخصين اتنين. حاجة وجعاكي في جسمك، ركبتك، ظهرك، كتفك، عظمك، ما تقوليش ابدا ولا تشتكي الا لو الامر مستدعي انك تروحي عند دكتور وتكشفي. غير كده ملوش لزوم، لانه مش هيعمل حاجة. بالعكس ده مرة على مرة من كتر ما انت بتشتكي هتلاقيه بيقولك في ايه، انت عجزتي ولا ايه، انا حاسس ان انا متجوز واحدة عجوزة، انت عاملة كده ليه؟ وهتبدأي انت تتضايقي وتحطي في نفسك ده مش حاسس بيا، ده مش حاسس باللي انا فيه، ده انا كل دوت بسببه، ده انا عشان عياله وعشانه. ملهوش اي لازمه الكلام ده كله. انما بقى موضوع ان انا بتدلع على جوزي شويه والإي والأو والكلام ده
بنعمله مثلا في اول شهور حمل، اللي هو الحمل الاولاني. وخدي بالك لو زدتي عن حدك برضو هيقولك يلا روحي عند امك، وجيتي تعملي نفس الكلام ده في حملك التاني هيقولك لا ده انت بتستهبلي بقى. طيب لو جوزك هو اللي بقى مهمل في نفسه، انت اللي عليكي عامل كبير جدا، انت اللي هتستدرجيه. يعني بدل ما تفضلي تنتقديه طول الوقت وتقولي له ابقى اعمل كذا، ابقى سوي كذا، ابقى خد بالك ريحتك وحشه او ايا كان، لا، ممكن انت مثلا تجيبي له ديودرنت غالي او سبراي حلو كده ريحته نفاذه، وعرفيه وقولي له انا اخترت لك الريحه دي عشان بحبها قوي، بتجنني لما دقنه تطول او شكله يبقى مبهدل. انتي الفتي انتباهه، قولي له ما تحلق دقنك، وشك بينور، بتحسسني بايام اول جوازنا، بحس ان انت لسه عريس. او مثلا تقولي له ايه رايك تحلق النهارده ونسهر سهره حلوه مع بعض. مره على مره هو هيربط نظافته والاهتمام بنفسه بحاجه حلوه بتطلع منك، اللي هو مدح فيه، سهره حلوه، كلام رومانسي، ما بيهتمش بسنانه، ما بيستحماش باستمرار، انتي شديه وتشاركوا الحاجة دي سوا. اخر حاجة عاوزة اقولها لك ان خدي بالك ان جمالك انتي كأنثى هو مش انك تفضلي قاعدة 24 ساعة في البيت مرسومة زي عروسة المولد مثلا، اللي هو فول ميك اب 24 ساعة، ولا عدسات ولا حاجات اوفر. لا، انوثتك برقتك بنظافتك بروحك. الأنوثة تساوي ذكاء، خليكي ست ذكية عارفة امتى تتدلع، امتى تتكلم، امتى تحتفظ بخصوصياتها، ولازم تعرفي برضو امتى تسكتي. اهتمي بنفسك انتي عشانك انتي الأول، لأنك لما تشوفي نفسك جميلة هتحبي نفسك جدا، هتفرحي بنفسك، وهو كمان لما يشوف الانعكاس ده عليكي هيحبك بروحك بجمالك بكيانك زي ما انت كده. خدي بالك الراجل بيحب الست الواثقة من نفسها قوي. عرفوني في الكومنتات لو الفيديو ده عجبكم، ويا ترى عايزين جزء تاني ولا لا. واوعي تنسي لو عجبك برضو تسيبيلي لايك وتعملي شير لاختك او لصاحبتك فورا، وقولي لها الحقي نفسك بسرعة واعملي كده زي ما سوسو بتقول. واشوفك ان شاء الله في فيديو جديد وانتي احلى ست في الدنيا كلها. ويلا سلام.